السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. الفيديو بتاعنا النهاردة هندخل في مطبخنا نشوف ورانا ايه كده، نعمل روتين بسيط سهل معاكم. ونعمل غدانا مع بعض. أنا جيت من الشغل بتاعي، دخلت على المطبخ على طول. أول حاجة بعملها كده ببص على المواعين وأبدأ إن أنا أذكر الله وأصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واستعين بالله وأبدأ أشوف شغل بيتي. اول حاجه هعملها اغسل مواعيني واروق الحوض بتاعي علشان لما ابدا في الغداء ابدا على رواقه. ما احبش ابدا ابدا على الغداء او اطبخ والحوض فيه مواعين، انا مش هعرف اعمل كده خالص. لازم تكون الدنيا رايقه حواليا كده والمطبخ يكون نظيف وزي الفل علشان لما اعمل غدا اعمله بمزاج كده ويطلع معايا زي الفل. وطول ما انا واقفه على الحوض بقى بستعين بالله كده واذكر الله واصلي على النبي واسبح واكبر واحمد ربنا على نعمه اللي احنا فيها علشان ربنا يطرح لنا البركه في بيتنا وفي حياتنا ويدينا الصحة ويقوينا. يعني الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. يا ريت بقى لو الفيديوهات بتاعتي شايفينها انها حلوة مفيدة ليكم بتديكم طاقة ايجابية تدعموني باللايك والسبسكرايب علشان يوصلكم مني كل جديد. ويا ريت كمان تعليق منكم يشجعني كده ويحفزني ان انا انزل اكتر واكتر بعد كده. يا سلام يا ولاد بقى لو بنشتغل كده بالسرعة ديت، الفيديوهات بتاعتنا تكون سريعة كده وشغل بيتنا يكون سريع كده، هي كانت الحياة تكون جميلة ويكون عندنا وقت أكتر وأكتر. بس احنا بنعمل على قد صحتنا وبنحاول على قد ما بنقدر ما نقصرش في شغل بيتنا. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. الصينيتين دول كده يعني الحاجة الوحيدة اللي باقية من امبارح كان باقي فيها بيتزا كده. كنت عاملة بيتزا امبارح وباقي فيها جزء يعني، فلقيتهم جيت من الشغل لقيتهم فاطرين بيه يعني. فالصينية دي هي اللي اتبقت لتاني يوم، حتى كانت عايزة تنتقع في مية يعني بواقي كده من البيتزا لازقة فيها. كانت عايزة تنتقع قبلها بشوية يعني. أنا هغسل الصينية بتاعة الفطار هي وبعدين هسيبها هي شوية كده، بغسلها بقى بعدين. لما الحاجات بتاعتها دي اللي فيها دي هي حاجات بسيطة قوي، بس أنا بقى زي ما قلت لكم أنا بحب بقى ألمع مواعيني كده وتكون زي الفل. هنا بعد ما خلصت شايفين بقى المكان بقى رايق وجميل ازاي. دي المطبخية فيها المواعين الكوبايات والأطباق بتتصفى، والمواعين الكبيرة بصفيها على الرخامة، والحوض نضيف زي الفل، والبوتاجاز كمان غسلته ومسحته. ودي الصواني بتاعه البيتزا. وهعمل بقى كوبايه شاي الاول كده لان انا يعني دماغي مصدعه خالص. وبعد كده هدخل على الغدا معاكم نعمله مع بعض. هنعمل الغدا ايه؟ هنعمل كبده. دي كبده الجيش يا جماعه، كبده اسمها الجلاء، بس بصراحه جميله جدا 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 والله، ما تفرق خالص عن الكبده البلدي. انا جايباها كده من عربيه الجيش وانا طالعه من المدرسه كده لقيتها فاشتريتها منها. بس بصراحه طلعت جميله، كانت لسه طازه يعني ما كانتش اتجمدت. هي المفروض ان هي بتتباع متجمده، بس هي كانت لسه يعني كانت دافيه شويه كده، مكان تقريبا هم كانوا لسه مذبوحه ولسه متوزعه. شايفين شكلها جميل خالص. وطبعا انا غسلتها بطحينه وظبطتها وحطها في مصفى تتصفى. حطيت بقى الطاسه كده تسخن وحطيت فيها قطعه من الدهن دوت مستوي يعني. كان عندي كنت سلقه لحمه وكده، وديت الدهنه اللي بتكون في اللحمه ما بياكلوهاش طبعا، فانا بشيلها كده بعمل بها محشي او بحطها على كبده زي كده. طبعا ديت الدهنه بلدي فلها طعم كده ومذاق وريحه مختلفه خالص. لما بيسخنوا بنزل عليهم بالكبده. شايفين لونها جميل خالص ازاي. هعصر عليها ليمونه برضو علشان معروف ان الكبده بتمركز السموم فيها يعني. انا ايام زمان كان في برنامج كده اسمه على الناصيه، كان برنامج اذاعي بتاع الاذاعيه الكبيره الله يرحمها امل فهمي. كان المهم ان هي كانت مستضيفه فيها ضيف وكده، فبيتكلم على الكبده. فبقول انا بستغرب ازاي الناس بتقول ان الكبده مش تستوي كويس على النار علشان مش تشد. احنا مش عاوزين الكبده تشد ولا مش تشد، المهم ان هي تستوي كويس عشان هي مركز السموم في اي كائن حي سواء انسان او حيوان او طير. الكبد معروف ان هو العضو مسؤول عن السموم في الجسم. فزي ان احنا حاجه كده زي كده ما نسواش كويس تاخد حقها على النار وتستوي كويس. يعني الناس اللي بيقولوا لك لا ده وفي ناس كمان يقول لك ان هم بياكلوها نيه، مش عارفه ازاي يعني. المهم ان انا بسواها كويس وبرده مش بتشد ولا حاجه يعني الحمد لله. بضيف عليها البهارات بتاعتي وضفت عليها توم وضفت عليها بصلايه كده مقطعه باي شكل انت حباه، وهسيبهم كده يتقلبوا ياخدوا يدوا مع بعض لحد لما انا بعمل على العين التانية شويه مكرونه كده برضو للغدا. وكمان ضفت عليها الطحينه. انا بوريكم هنا شايفين الصوص بتاعها تخين ازاي، لان الطحينه بتخلي الصوص بتاعها تخين يعني يتغمس كده ويتاكل معاها بيكون طعمه جميل قوي. في حله تانية على النار انا هحط فيها شويه زيت صغيرين كده واعمل شويه مكرونه. انا عندي هنا كيس من المكرونه اللي هي العلة الصغيره. اول لما اعرف ان الزيت او احس ان الزيت
سخن بنزل بنص الكيس بحمره، يعني انا بعملها شويه شبيهه من الرز الحبه حبه بحبه، بحمر نص الكيس كده ياخد لون والنص التاني بضيفه عليه. وفي نفس الوقت بقلب في الكبده طبعا علشان بحب ان انا افضل اقلبها كده عشان تستوي من كل ناحيه. هنا بضيف عليها التوم اهوت. انا ضفت الاول البهارات، كنت حاطط لها بهارات شويه ملح وشويه فلفل اسود، طبعا معلقه صغيره خالص اللي انا بستخدمها، وكمان معلقتين من الكمون، اساس الكبده الكمون، وشويه من الكزبره وشويه قرفه وجنزبيل صغيرين. لو عندك توم باودر وبصل باودر ممكن تحطي كمان. وفي نفس الوقت بقلب في العين التانية على المكرونه. ما بسهاش على المكرونه لان ما بتاخدش وقت خالص على النار، بتتحمر بسهوله، يعني بتتحمر قبل الرز بكتير. طبعا انتوا بتعرفوا تعملوا الحاجات دي كلها، بس الفيديوهات يعني علشان تدوكوا طاقه ايجابيه شويه. عندي هنا قرنين من الشطه الحراقه بحب اضيفها على المكرونه، بقطعهم برضو شرايح صغيرين كده. لو مش حابه حراق حطي بارد عادي مفيش مشكله. هنزل بنص الكيس التاني من المكرونه واديله برضو تقليبه معاها كده، تتقلب بس مش عايزاها تتحمر، يعني انا حمرت نص الكيس والنص التاني مش عايزاه يتحمر. هنزل بفصين توم كده، حوالي فصين بالعدد. التوم ده زي ما قلت لكم اللي انا مفرزاه في الفريزر، بيسهل عليا كتير قوي، بوفر عليا وقت جامد. هشوحهم معايا كده، اول ما احس الريحه بتاعتهم طلعت بنزل بالفلفل على طول. بصوا بقى شكلها جميل ازاي لما ضفت لها الفلفل، وطعمها كمان بيكون اجمل. ممكن بقى تضيفي لها مكعب مرقه لو انت حابه، بس بما اننا في مقاطعه فانا بضيف شوربه طبيعيه. دي شوربه برضو بتاعه اللحمه، بشيلها في الفريزر كده، بدخلها في الاكلات بتاعتي كلها، مش بكبها، بحب ان انا استغلها. بدخلها في الاكلات، بتطلع الاكل بتاعي في حته تانية خالص، يعني احسن ما نستخدم ميه طبعا او اي حاجه، او مكعبات المرقه مش صحيه، وكمان الحمد لله ان هي دخلت في المقاطعه فما بقناش نشتريها. دقتها طبعا لقيتها، حسيت انها محتاجه شويه ملح وشويه فلفل اسود كده. هحط الميه بتاعتها زي الرز بالظبط، مش بكتر لها الميه عشان مش تكون تشبهها شويه من شوربه لسان عصفور ولا كده، ولا بقلل لها الميه عشان مش تلزق، لانها بتلزق شويه في الحله، فالميه بتاعتها تكون مظبوطه. بزود لها الميه بتاعتها اول ما تغلي بوطي عليها على طول واسيبها تستوي على نار هاديه. ضفت للكبده هنا فلفل الوان، برضو كنت جايباه من الجيش كده، فكان كميه كبيره، خزنت منه شويه، قطعته شرايح كده وشلته. بحب ادخله في الاكلات بتاعتي. شايفين المكرونه بقى هنا استوت خلاص اهيت، ومش لازقه ولا فيها اي حاجه، زي الفل ما شاء الله. طعمها بقى والله جميله خالص، يعني جربوها. هعمل كمان شويه سلطه بلدي كده، ممكن معاها بقى مع الاكله دي شويه شيبسي كده او شويه بطاطس محمره، وهتكون وجبه متكامله. آه، اهي. بس انا هنا ما حمرتش بطاطس، انا اكتفيت بيها كده بالسلطه وبشويه مخلل والعيش، وبالف هنا وشفا. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم. يا ريت بقى لو عجبكم تدعموني باللايك والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.